السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في قناتكم تمام بالمناطي وممنوع من العرض. فيلم الليلة فيلم جميل جدا جدا، وفيلم ممنوع من العرض يا جماعة، وما تعرضش كتير وما أعتقدش إن حد شافه قبل كده. بطل الفيلم غسان مطر، وهو صحفي محترم جدا جدا، واخته سميرة احمد عندها مرض، مش مرض ولا حاجة، هي حاسة ان اخوها هو الوحيد بالنسبة لها، وهيتجوز نادية، هيتجوز اسمها ناهد شريف. فمن جواها حاسه انه هتفقد اخوها السيد الوحيد بالنسبه لها، فجاي لها عقده وحاله شلل كده. الناحيه التانيه رشدي اباظه راجل يعني رجل اعمال، بس رجل اعمال فاسد شويه، فدايما كان ايه، غسان مطر بيكتب عنه، فكان خاطفه في اول الفيلم رشدي اباظه وبيهدده، فهو ما بيهموش التهديد، حاول يرشيه، مش راضي برضه ايه ياخد فلوس، وصحفي محترم جدا 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 يعني. مين بقى خطيبته هنا في الفيلم؟ خطيبته ناهد شريف، قايمه بدور غريب جدا جدا، محترمه جدا جدا جدا، مش هي دي ناهد شريف اللي احنا متعودين عليها خالص خالص خالص، اللي هي القلع والعاوي وممثله الاغراء والكلام من ده. وفي نفس الوقت بتحبه جدا جدا جدا، وحاسه بان العقده برضه عند اخته، ان اخته خايفه انه يسيبها وكلام من ده. في الناحيه التانيه ناديه الجندي، ما هو قاعده مع شويه صيع كده، وعايزين يستبزوا مين، يتعرفوا على رشدي اباظه، وياخدوه عندهم يلعب قمار معاهم وينصب عليهم يعني. هو بقى مع يعني طول الفيلم انت عارفين بقى رشدي اباظه وكده، مع ستات وبتاع ومش عارف ايه ومغامر يعني، طبعا دي عادته. هيتعرف على فعلا نادية الجندي، وهتروح عنده اللي هو عندها البيت ويلعب قمار، هياخد باله وهيهوشهم ان هم بينصبوا عليه، هيضحك عليهم في الاخر و بطريقه جميله يعني، وهيكسبهم ويقوم يديهم حته علقه محترمه يعني. بعد كده نادية الجندي هترجع معاها تاني كويسه وبتاع، وهيسلطها على مين؟ على ناهد شريف. مش عارف ايه، عشان يعني يحاول يخش لغسان مطر من اي سكه او من اي طريق تاني يعني. هيتعرف برضه على ايه، على سميرة احمد بطريقه تانية خالص، بطريقه تانية. هيكون راكب عربيته، والدكتور بتاعها عماد حمدي هيقول له سافر، وهو كان رايح ايه، رايح مصر يفتح مكتب هناك، ف تبع الجريده بتاعته، هيقول له سافر وسيبها، خليها تعتمد على نفسها. هتكون ماشيه مع يعني مع يعني اللي بتعالجها، هتسيبها بره بالكرسي ابو عجل. للاسف الشديد الكرسي هيجي منها، وهتجري في الشارع، اللي مين اللي هينقذها؟ هيظهر في الوقت ده بالصدفه رشدي اباظه، هيجي ورا الكرسي دوت وينقذها. هيبدا يخش بقى رشدي اباظه هنا في قصه حب جديده تانية خالص مع سمير احمد، لانها هتمشي بسببه. يعني العقده هتتفك، هتبدا تحب، وبرضه رشدي اباظه هيتنيه وراه لغايه لما تمشي فعلا، ويلا يلا اتحركي، يلا تعالي مش عارف ايه، انا همي نفسي في البحر، حركات بقى بتاعت رشدي اباظه الجميله ديت. هتمشي وهتتحرك وهتحبه. في الوقت ده بقى، في الاثناء دي، كل دي الاثناء دي فين؟ غسان مطر مش موجود. بس ايه ده شيء ما تعرفش ان ايه، رشدي اباظه بيحب إيه؟ سميرة احمد. فلما هتعرف وعارفه ان غسان مطر راجع، هتروح للدكتور بسرعه عماد حمدي، تقول له الحق، ده هيقتلوا بعض وهيعمل فيه مش عارف ايه، ده بيكرهه، ده عامل فيه وعامل فيه وعامل فيه. فعلا هيرجع من السفر، واول ما هيشوف رشدي اباظه مع اخته، طبعا هيتجن وحاول يتخانق معاه. لكن طبعا هيعرف من عماد حمدي ان هو سبب في انه هو يعني رجع لها عافيتها تاني وصحتها، وانه انقذها. وهيعرف من جواه ان هو خلاص اتغير بسبب سميرة احمد، وهيبقى انسان تاني وانسان كويس. وخلاص تنتهي الفيلم على كده، وخلاص هيجوزوا اخته، وهو في نفس الوقت هيتجوز نايت شيف. فيلم جميل جدا جدا جدا، وفيلم واقع على فكره. بس على فكره لو تلاحظوا في الفيلم هتلاقي ايه، صوت رشدي اباظه متغير، مش هو رشدي اباظه برضه، زي معظم الافلام الاخيره لرشدي اباظه، اللي يمكن ما كملتش بعد وفاته يعني، في الفترة الأخرانية منه، أو الفيلم كان فيه عيب، أو الفيلم كان فيه حاجة، ففي صوت مختلف شوية، أو في واحد تاني هو إيه يعني، داخل في صوت رشدي أباظة، مغير الصوت شوية، هتلاحظوها جدا جدا باينة. لكن كفيلم، فيلم ممتع 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 لأبعد الحدود.
وغسان مطر طبعا قايم بدور جديد جدا جدا عليه، دور الشاب المحترم الصحفي الناجح، الصحفي اللي مش عايز يكتشف. نهاية شريف قايمه بدور غريب 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 جدا جدا، هي كمان محترمه جدا جدا زي عن اللزوم. فالادوار كل الممثلين قايمين بادوار غريبه جدا جدا جدا. سميرة احمد هتلاقيها بترقص وبتعمل ديسكو وبتاع وحاجات. فيلم هيعجبكم فعلا 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 فعلا، وهتشوفوا فيلم هتنبسطوا بجد والله هتنبسطوا. تابعوه وعلى مسؤوليتي الشخصيه، وارجو انك تستمتعوا بيه. وفعلا فعلا يعني مستني اراءكم فيه، وسعيد جدا 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 بيكم، وفي انتظار مشاهداتكم ولايكاتكم والشير، وارجو ان يكون تحت حسن ظنكم، وفعلا فعلا ينال اعجابكم. لاني متاكد انه هينال اعجابكم فعلا. هتشوفوا شخصيات جديده، يعني ممثلين كبار كلهم وشخصيات جديده عليهم، وقاموا بيها كلهم ببراعه، من غسان مطر لوجداء باظه لناهد لكلهم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.